سيدنا عمرو بن العاص يقول لابنه عبد الله: يا عبد الله، كن نعم الولد لنعم الوالد، فقد رأيتك تقاتل مرارا وما كان يعجبني قتالك، فعليك بهام الرؤوس لا بجذور الرقاب. عبد الله عمرو بن العاص بيقول لابنه عبد الله: أنا شفتك بتقاتل قبل كده وما كانش عاجبني القتال بتاعك. ليه؟ لأن أنت بتضرب جذور الرقاب، بتضرب من الجذر من هنا. عليك بهام الرؤوس، اضرب افلق الرأس أو اقطع الرأس نصين. ده إيه ده؟ الناس دول بيعلموا أولادهم إزاي؟ بيعلموا أولادهم إزاي يجاهدوا في سبيل الله. احنا عندنا ناس دلوقتي بيعلموا اولادهم، بس بيعلم ابنه ازاي يشرط الجيب، وازاي يضرب بشله، وازاي مش عارف يعمل ايه في بلطجه، في شغل البلطجه شوف سيدنا عمرو بن العاص يقول لابنه ايه: وضرب هام الرؤوس دي، يعني هام الرؤوس ما كانش يقدر عليها غير الفرسان الأشداء، وكان معروف 2 في المسلمين هم اللي بيضربوا في هام الرؤوس. دايما الضرب في الرقاب، الضرب في الرقاب، اضربوا فوق الأعناق هنا. لكن هام الرؤوس ان هو يفلق الرأس او يضرب هنا في نص الرأس في الجمجمة، ده كان بيعمله 2 فقط: سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، وسيدنا عمرو بن العاص. دول الاثنين اللي كانوا بيضربوا بهذه الطريقة. وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا الزبير بن العوام لما كانوا يدخلوا المعركة، كان بعد المعركة ما تنتهي كان بيبقى معروف كم واحد قتلوا سيدنا الزبير وكم واحد قتلوا سيدنا عمرو، لما يلاقوا الراس مفلوقة او الراس الجمجمة الضرب في الجمجمة، ده يبقى قتيل عمرو او قتيل الزبير. وفي فتح مصر كانوا هما الاثنين، سيدنا الزبير وسيدنا عمرو بن العاص، هما الاثنين كانوا في فتح مصر، وكانوا يعني احتاروا طب الروس المضروبة دي بتاعت مين. فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يقول لابنه عبد الله: انا مش عاجبني القتال بتاعك، شفتك وانت بتقاتل قبل كده ومش عاجبني القتال بتاعك، انت بتضرب في جذوع الاعناق، لا اضرب في هام الرؤوس. كن كأبيك، كن كأبيك، وورث عنه وتعلم من أبوك القتال، فكن كابن الزبير يضرب كأبيه. عبد الله بن الزبير كان برضه بيقتل، أما يقاتل وفي الحرب زي أبوه، يضرب زي أبوه ما كان بيضرب. سيدنا عمرو بن العاص يقول لسيدنا عبد الله بن عمرو: اشمعنى أنت ما بتضربش زي أبوك؟ اضرب زي أبوك وتعلم زي ما عبد الله بن الزبير اتعلم من ابنه. احنا كلنا